بص يا سيدي، الكبد هو أكبر مصنع تنظيف في جسمك. أي سموم بتدخل، سكر زيادة، أكل مصنع، دهون مهدرجة، كله بيعدي عليه. المشكلة لما الحمل يزيد الكبد بيتعب وتبدأ تحس بإرهاق، نفخة، حكة، قلة شهية، وأحيانا دهون على الكبد من غير ما تاخد بالك. تنظيف الكبد مش دواء سحري، هو نظام ذكي. أول خطوة توقف دخول السموم، سكر، عصاير، أكل مصنع وزيوت مضروبة. تاني خطوة تدي الكبد فرصة يحرق الدهون بفترات صيام بسيطة وتنظيم الوجبات. تالت خطوة تدعمه بأكل حقيقي، خضار ورقية، كرنب، جرجير، توم وبصل، فطر، زيت زيتون، أفوكادو، وأعشاب زي الهندباء والبقدونس. الحاجات دي بتساعد الكبد يحول السموم لحاجة الجسم يعرف يطلعها في البول، العرق والتنفس. الخلاصة، كبد نظيف يعني طاقة أعلى، هضم أحسن، وجسم متوازن. افتكر دايما، انت مش بتنظف عضو، انت بتنظف حياتك.